السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أو مساءكم يا حبايبي وأنتوا في كل مكان. ربنا يصلح الحال يا رب العالمين ويوفق الجميع. أنا دلوقتي التعليقين دول جالي وأكتر منهم بالنسبة آخر فيديو أنا عملته، فأنا كان لازم أرد أنا طبعا في النت ضعيفة جدا، فردي على اللي هو كتب تعليق ان احنا بنعبد الحجر الاسود. احنا ما بنعبدش الحجر الاسود، احنا بنعبد رب الحجر الاسود بس. فهو ده الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله صباحكم كل خير يا حبايبي. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة يا أرحم الراحمين. أنا الفيديو ده عاملاه لآخر فيديو عملته، اللي هو عن الإخوان المسيحيين اللي هيدخل الجنة ومش هيدخل الجنة. اللي هيدخل الجنة أنا طبعا مش نوزع الموضوع ده بتاع ربنا. الناس اللي بيعبدوا الله على حق، اللي كانوا بيعبدوا الله على حق، دول هيدخلوا الجنة قبل التحريف، قبل تحريف الكل. اليهود. طب ما في الاسلام، في عندنا في ناس متطرفين، مش معنى كده ان هو عشان مسلم هيدخل الجنة، لا ما فيش كده الكلام ده. فبنقول ايه؟ قل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. احنا بنعبد رب البيت، مش الحجر الأسود الأسعد. بنقول الأسود، المفروض ان نقول الأسود، ما بنقولش الإيه. والحجر الأسود ليه أسود؟ ده نزل من لسيدنا إبراهيم عليه السلام، أبونا إبراهيم عليه السلام، عشان يحطوا في الكعبة لبدء الطواف. مش بنعبد احنا الحجر الأسود خالص. وبنقول قل هو الله أحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما بنقولش أي اللي كل واحد بقى والدين، وهيتحاسب على المعتقدات اللي هو بيعتقدها. هو ربنا اللي هيحاسب، احنا مش بنحاسب. وفي ناس عندنا في الاسلام متطرفين، احنا براء منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا باخواننا المسيحيين: من اذى لي ذميا فقد فليتبوأ مقعده من النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا يستر علينا.